السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدأ بقى اول تفريزات الخير وتفريزاتنا ان شاء الله لشهر رمضان وما بعد رمضان كمان. طبعا اول حاجة هنفرزها معاكم هي ملكة السوق البسلة، مالية السوق بطريقة. وبعدين يعني كمان بدأت انها ترخص شوية، انا جايبة الكيلو ب10 جنيه، بس كانت مليانة وجميلة. جبنا 3 كيلو، وبدأت ان انا كمان جبت معاها جزر حوالي كيلو ونص كده. تعالوا بقى بعد ما قشرنا الجزر كده وغسلناه، وغسلنا طبعا البسلة، نبدأ ان احنا نقطع الجزر كده القطع، يعني المقاسات اللي انت عايزاها. انا بحب اقطعه يبقى قطعة يعني متوسطة كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما قطعت كل الكمية طبعا حاطة حلة على النار عشان ابدأ ان انا افرز البسلة معاكم كده. وبعد ما المية غليت حطيت نص ليمونة، وبدأت ان انا احط بقى اول كمية من البسلة. طبعا انا مش هخليها تغلي غليان على النار، لا، يا دوبك البسله هنشوفها بصوا رفعت كده على الوش كلها، خلاص كده انا مش عايزاها تغلي خالص، يا دوبك ان هي هتاخد صدمه من الميه السخنه يعني اللي خلاص هتبدا انها تغلي. وابدا ان انا اشيل كده واحط بقى في مصفى تانية. المصفى التانية هبدأ ان انا احط فيها البسلة اللي انا طلعتها، واحط الجزء التاني اهو في المية. واللي في المصفى هبدأ ان انا افرده كده علشان يبرد معايا. في ناس بتحط الحاجات يعني اول ما تطلع من النار كده تحط على طول تحت الحنفية. انا بصراحة بحب ان هي لا، تقعد انها تاخد تهدى مع نفسها كده وتبرد مع نفسها. خلصنا اهو الكمية التانية من البسلة، وهنشيل بقى كل البسلة اللي فاضلة كده في المية، ونجيب بقى الجزر ونحطه كله. خدوا بالكم الجزر هياخد غلوة واحدة بس، لان الجزر برضو بيبقى عايز وقت كده شوية في السوا عشان بيقرش شوية معانا. انا جربت قبل كده ان انا كنت بحط الخضار اخضر كده، كان في ناس تقول لي حطيه اخضر هيطلع طعمه حلو جدا. للاسف كنت بعمله كده ويطلع طعم وحش جدا في الحله. انما ما شاء الله لما بدات ان انا اخزن بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، بيطلع الخضار مسكر لحد اخر كيس، يعني ما شاء الله طعمه حلو جدا. وما بيبانش خالص ان هو حتى مجمد ولا اي حاجه. بعد ما خلصت خلاص بقى تفريز او خلصت يعني حطيت سلقت كل الخضار بتاعي. تعالوا بقى نحط في الاطباق كده، ونبدأ ان احنا نغلفه بالاسترتش. طبعا انا حطيت كمية في الاطباق وكمية تانية في الاكياس، انت براحتك اللي موجود عندك ابدأي ان انت تشتغلي بيه، مفيش اي مشكلة. طبعا عملت الطبق على قد الطبخة او شوربة الخضار. حاجة كده اللهم بارك تحفة ما شاء الله، تقعد معاكي بقى من السنة للسنة. دي أول تفريزاتنا إن شاء الله لشهر رمضان. يلا بقى ابدأي هاتي، والبسلة حلوة قوي دلوقتي قبل ما تفضى. هاتي كمية وابدأي ان انتي خزني كده وحضري ان شاء الله. كل سنة وانتي طيبة، وقابلك ان شاء الله في تفريزات تانية وفيديوهات تانية ان شاء الله جاية. اوعي تنسي اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.